اخوان السلام عليكم. اولا شنو غنقول؟ مبروك علينا، تبارك الله. الدراري رجال قاموا بالواجب، ضربوا كندا. ما كناش مخلوعين، كنا في الاول كنقولوا اوكي غنغلبوا كندا وكذا، ولكن فعلا غلبناه. حيت في واحد الوقت كتقول ممكن عندك يوقع الوقع، ما خصناش نثيقوا في راسنا كذا. المهم، عندي واحد السؤال لكم نبداو به، هو الاولاني باش نكملوا الفيديو ديالنا، نحلوا شويه شنو وقع في المباراه وكذا، شنو وقع في الشوط الاول والشوط الثاني. المهم، السؤال ديالي هو: واش عمركم كنتوا كتخيلوا ان يكون شي منتخب عربي مسلم افريقي، يعني ماشي كيمشي يشارك باش يشارك في كاس العالم فقط، كيمشي ومنافس باش يدي كاس العالم؟ واش هذه عمركم تخيلتوها؟ واش عمره شي بلد عربي افريقي مسلم فكر انه يتحدى الاوروبيين وانه يفكر يدي كاس العالم من غير المنتخب المغربي؟ تخيلوا معايا، المنتخب المغربي رجع واحد شنقول لك، واحد الثقل صعيب في كرة القدم العالمية، وكيهدد الفرق العالمية باش يدي المونديال. صدق او لا تصدق، هادشي اللي كاين حاليا. الصحف العالمية كلشي خايف من المغرب، ونطلبوا من الله تستمر هذه المرحلة هذه، حيت عندنا مباراة صعيبة بزاف امام فرنسا. هي اليوم قدت واحد المباراة شوية على قد الحال. الباراغواي عرفوا كيف يشدوا عليها، ولكن الباراغواي تعاملوا بواحد النهج تكتيكي شوية ذكي، داكشي شويه د العنف، فهمت؟ شدوا عليهم شويه د العنف كذا، وتيسرت لهم مع الحكم. على العكس الحكم ديالنا اليوم تيسرت لهم فواحد الحكم ما كيعرفش حاجه اسمها الصفرة. سلخوهم سليخ، باراغواي سلخات فرنسا، ولكن ما كاينش الصفرة، والله ما خرجوا بشي صفرة. حنايا لا كيتعادي من اللعبه كيقول لك الصفرة، تقول له السلام يعطيك الصفرة. ديك الحكم ما فهمتوش. والمشكله كاين اللي يعني يعني كيحكم في الدوري الانجليزي، عيكم مولف مع ما عرفتش. وصلنا عندنا رجع كيطلق في الصفرات، وحتى راه ماشي في الصالح ديالنا، ولكن الحمد لله دوزنا اهم حاجه. واخا الشوط الاول ما كانش هو هذا، ولكن المهم تبارك الله. انا هذا السؤال ديالي: واش عمركم تخيلتوا كاين شي منتخب عربي يوصل نهاد ما وصل اليه المنتخب المغربي؟ فتبارك الله ما شاء الله. ندخلوا في النقاش ديالنا. المهم، تشكيله المنتخب الكندي في الحقيقه كالتالي: هذا ملي ما بانش هاد ديفيد، صافي تبارك الله. هاد خانة هاد بوكنان اصلا قلت توعيت ما نعاودها باللي خطر بزاف هاد خانة هذا تات واحد التوطيره. لولا بونو لكنا بدلنا حسابات اخرين وقلنا قادرين نغلبوهم. ولكن وهاد لاريا تا هو، هاد لاريا ما حملتوش، هاد راس الزيتون هذا ما باسل، هذا بغى يستفزنا على الدخله، نديو شي حمراء. ولكن الحمد لله سيدي ربي لطف. فالحمد لله عرفنا نجيو المباراة ضد كندا، ونطلبوا الله نستمروا في هذه الاستمراريه هذه، ونغلبوا ديك فرنسا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. تايقين في واحد تشكيله المنتخب المغربي كالتالي: السيباري للاسف الشديد سيغادر المنتخب المغربي، يعني المباراه اللي ما جات فرنسا ما يكونش لاعب بسبب الاصابه. اناحي افضل مباراه له منذ بدايه المونديال، نقطه نهايه. دياز، انا هاد المباراه غنسمح لك اخي، ما نهضرش معاك مره، واخا الشوط الاول كنتو معميين ومفضين، لكن برافو برافو. الخنوس، ما الخنوس، شوف الخنوس هو الخنوس، كيفاير كيبدع، ما عندي ما نقول. بوعدي مباراه كبيره. العيناوي عدل اللي عليه. ديوب اخي، هذا عيسى ديوب، شرجان ديوب، احتراماتي اخي، ما تبارك الله تبارك الله. شوف، في الاول ظلمتو بزاف، خرج عليه شي فيديوز كنقص منه وكذا، وكيعدل دي فوس، ومع كيبو ديالو فولهام ماشي اساسي وروينه. ولكن بينا بلي فعلا انه يستحق يكون مع المنتخب المغربي. وفعلا غيب عوض اكرد واحد التعويض اللي واو، تبارك الله. فهمتي؟ اعتقنا ضد هولندا، اعتقنا اليوم، تبارك الله. حكيمي، ما حكيمي احسن ضير في العالم، ما نتناقش مع حكيمي أنا. حال كيعاد شي يفوت اخي، كيخلي بلاصتو كيخويا، ولكن عنده لي باس. واخا كانوا شي، المهم تبارك الله. شوف، الشوط الثاني عالمي، الشوط الاول كارثي. مزراوي، ما شوف عندك شي لاعبين: مزراوي، ديوب، حكيمي، ما نتناقش فيهم هادو، ما نهضرش معاهم مره في هاد المونديال هذا ان شاء الله. واخا عادوا الديفوس ما نهضرش معاهم حيت قدموا الكثير. هاد الانسان هذا بونو يا اخي، ما شوف، نقول لك شكرا، ما تستاهلش حاجه اكثر من شكرا. الله يرحم الوالدين، تستاهل وتستاهل ما احسن. نجوجوك بنورة فتحي، مرحبا، نمشيو المغاربه كاملين يتفارضوا معاك شي صداق عالمي باش تقبل اللي عجبك نعملو معاك اخي بون.
والله يرحم الوالدين. شوف ملي سلكنا هذا السيد هذا في الشوط الاول، انا عارف الشوط الثاني غنتقلبوا عليهم، حيت كندا قلتها في فيديو البارح اللي تفرج فيه، قلت باللي واحد ربع ساعه الاولى د كندا كتفضى. علاش كيفاش الله اعلم، واش فيهم شي دعوه ربع ساعه الاولى الشوط الثاني كيموتوا. وفعلا دقيقه 50 سجلنا الهدف من اناحي. سبحان الله العظيم. تفرجوا في الفيديو ردوا عليا، ما كنقولش هادشي، هذا تحليل المباريات اللي قدمت بها كندا. ديما في ربع ساعه الاولى الشوط الثاني كتستهدف الاهداف. هاد السيد هذا ملي اعتقنا في الشوط الاول كنت عارف اننا غنتقلبوا عليهم في الشوط الثاني. عالمي هذا التصدي، هذا سولو اصاحبي، عالمي. نقدك هذا بونو، راه نقدك اصاحبي. راه فعلا المقوله د الحارس نصف الفريق راه كاينه. راه المدرب الامريكي د كندا راه خانه تجنن. في واحد اللحظه عدى راسو في الارض، عدى راسو في الارض صافي استسلم الارض واقع. عرف راسو اصلا خاسر من الهدف الاول. هذا الشوط الثاني عرف راسو خاسر، يعني من هذا الباراد هذا عرف راسو غيخسر صافي، تما استسلم. التغييرات ديال الانسان هذا اول مره غيقوم بتغييرات بكري. دقيقه 66 من غير تغيير حكيمي، هذاك التيراريل يعني داد رحيمي عفوا، التيراريل غلب 63. دخل شمس الدين الطالبي وسفيان بوعد، سفيان امرابط. امرابط عرف وين يدخلوا. من هذا كتكتشف باللي هذا الانسان هذا عم بقى نقول لك بروفيسور اخي وهبي، بروفيسور وهبي، بروفيسور وهبي، بروفيسور دلا كاسا دي بابيل. هذا كيفكرني بهذا الانسان هذا، تبارك الله. شوف التغييرات كيفاش عامله. دخل لك الجوج هادو كالا الوسط مزيان، تما بدا اللعب. من بعد دخل لك سامي امرابط في عوض اناحي فوق دقيقه 87 صافي. اناحي عمل كل شيء، دخل لك امرابط في الديوب في عوض سعدان. غيشارك لك سعدان حيت صافي ضمان الغول الله يجعل البركه. خانه تكتيكيا تبارك الله. هذا راه ماشي جد كاس العالم الايفا والسلام، ماشي جد كاس العالم والسلام. هذا الانسان هذا دار كاس العالم. شوف المنتخبات الاسيويه الاوروبيه الافريقيه العربيه راه يحلموا بديك كاس العالم 2020، ما يحلموش به. غيحلموا في الصباح يفيقوا على واحد الفاجعه بلي راه كانوا كيحلموا. فتبارك الله. هذا الانسان هذا كما قلت ما تصفيقات لا برافو الله يعطيك الصحه صافي انتهى الموضوع. استمر اخي، عندك فرنسا تفرج لها، غيكون تفرج لها ضد الباراغواي حيت قال لك اسيدي الخدمه من دابا فوق ما كاين والو. تفرج لنا، درس الامور ديالك، بين لينا اخويا الله يجعل البركه. شوف انا وصلنا عند دومي فينال. انا واحد الانسان ماشي طماع، فهمت؟ انا ماشي هو كاين المغاربه طامعين يوصلوا فينال واللي ما لا يديوه. انا وصلنا عند دومي فينال، السلام عليكم. حيت بهذا الاداء هذا فغتدخل التاريخ. الركراكي وصلنا المره الاولى، المره الثانيه انت تبارك الله. حطم المغرب اليوم اول دوله عربيه افريقيه كتحطم الرقم القياسي الموسمين على التوالي. 2000 يعني كاس العالم المره الثانيه على التوالي كتوصل للربع النهائي. هذه اولا للتاريخ هذه. دياز تم رقم قياسي جديد اليوم. 4 ليزاستيست اليوم جوج. اول لاعب عربي افريقي كعدله. نزيدكم المنتخب المغربي اول منتخب عربي افريقي يسجل 10 اهداف في كاس العالم. للتاريخ. نزيدكم شي حاجه اخرى. تبارك الله الحاج ديالنا، ما شحال نشكر فيك، تبارك الله عليك اوليدي. الصوره هذه عجبتني، المتالق رحيمي دخل رون كلشي. واحد الصديق ديالي قال لي ثق فيا اخي سفيان، غيدخل رحيمي غيرون كلشي. هو المفتاح الفوز ديالنا. قنعني صراحه الله. برافو خويا حمزه من هذا المنبر هذا. تصويره مع الهروي، تصويره عالميه صراحه. ولاد الشعب مع بعض. اناحي رجل المباراه، اناحي النحيله تبارك الله. بينتي لنا في هذه المباراه باللي فعلا داكشي اللي كنا كنتمناو منك حضر في هذه المباراه. المدرب الامريكي كندا خرج قال لك كنا فريق الافضل فعلا في الشوط الاول فقط يا اخي. شو نعترف، كنا في الشوط الاول كارثيين، أسوأ شوط لنا في المونديال. لكن بعد استقبال الهدف الأول تغيرت مجرى المباراة. لاعبو المغرب رفعوا من مستواهم في اللحظات الحاسمة، فهم يمتلكون جودة كبيرة ولاعبين ينشطون في أعلى المستويات. مدرب منطقي وخاصة فزنا في الأول، ولكن أمور منطقية. وهبي بعد الفوز قال لك سيدي مدرب كندا قال إنهم كانوا الأفضل. من الصعب القول إنك كنت الأفضل عندما تخسر 3-0. هضرة معقولة صافي السلام عليكم. شد ما عندوش مع الهضرة بزاف. السلام عليكم. المباراة القادمة الإخوان فوزنا اللهم لك الحمد. المباراة القادمة صعبة جدا، غنشوفو نحلوا واحد التحليل إن شاء الله، نشوفو نقاط الضعف ونقاط القوة هاد الناس هادو على الله على مولانا. كلشي بسيدي ربي، سيدي ربي كبير. عندي واحد التصويره المنتخب المغربي 2022 ككوادرو كبير في الاستوديو ديالي.
هذه الصورة عن خارج هذه ان شاء الله عاوتاني للتاريخ.